السلام عليكم ورحمة الله. بن شوبير يدلي بتصريحات نارية، بل نارية جدا جدا جدا، عما سيحدث لمنتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية. هنعرف كل التفاصيل وماذا قال بن شيخة في هذا الفيديو، يعني مفاجآت بالجملة. ولكن قبل أن نبدأ أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك معنا في هذه القناة ولايك علشان الفيديو ده ينتشر مع عدد من الناس، واذكر الله وصلى على النبي. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. قبل أن نستمع ماذا قال بن شيخة، علينا أولا أن نعلم أن رياض محرز بعد الإعلان عن القائمة النهائية للثلاثة لاعبين الذين سيتوج أحدهم بلقب الكرة الذهبية الإفريقية، إما صلاح وإما فيكتور أوسيمين وإما أشرف حكيمي، فقد نشر رياض محرز عبر صفحته الشخصية فيديو له فنياته وألقابه في الموسم الماضي مع نادي مانشستر سيتي، وهذا دليل على أن اللاعب ظلم بشكل كبير في عدم التواجد حتى في القائمة النهائية فقط دون التتويج، حيث قال بن شوبير عن هذا الأمر أن هذا هو بث تجريبي من قبل الكاف لما سيحدث للجزائر في كأس الأمم الإفريقية. هذا الذي حدث هو تمهيد لإقصائنا بدري من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، كما حدث مع تونس في عام 2015 حينما قدم عيسى حياته هدية إلى منتخب غينيا الاستوائية واحتسب ركلة جزاء وهمية في مباراة غينيا الاستوائية وتونس، وخرجت تونس من هذه البطولة على إثر هذه ركلة الجزاء. كل هذا ليس جديد على كرة القدم الإفريقية. الدليل في عام 2012 حينما توج بهذه الكرة الذهبية الإفريقية صامويل إيتو، حينما الذي كان يستحقها هو ديدييه دروجبا، وما فعله مع نادي تشيلسي من تحقيقه للعديد من البطولات مثل دوري الأبطال وغيرها. وقال أيضا بن شوبير: الاتحاد الإفريقي هو مصب الفساد نفسه، وهو مصب الفساد من الفيفا، وإن لم يكن لدينا رئيسا قويا للاتحاد الجزائري يستطيع الدفاع عن هذا المنتخب، سنكون لقمة سائغة في فم هؤلاء. أتمنى تشاركني أخي الكريم رأيك في الكومنتات، لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.